السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وجبة كاملة كده للفطار جميلة جدا. هنعمل الكبدة بالردة والمخ البانيه، ونعمل معاهم سلطة الطحينة والبابا غنوج وسلطة اللسان عصفور. تعالوا نشوف وصفتنا. معايا هنا كبدة متقطعة شرايح للقلي. طبعا الكبدة بغسلها بمعلقة خل ومية وبصفيها كويس جدا. هنجيب معانا هنا للتتبيله معلقه توم مفروم، ملح، رشه فلفل اسود، رشه كمون، رشه كزبره، ومعلقه بهارات كبده. بس كده. هنقلبهم كويس مع التوم، هنخلطهم ببعض كويس جدا، وهنضيفهم مع الكبده، وهنقلب الكبده كويس في التتبيله. بس هنتبل الكبده وهنحطها في التلاجة لتاني يوم. احنا عادة نعمل الكبده نتبلها بالليل، هي والمخ هنشوف هنجهزه ازاي. تبليهم وتحطيهم في التلاجة عشان يبقى طعمها حلو. هي ممكن تتبليها قبلها بساعتين بس مش تبقى واخده نفس النكهه والطعم الحلو. لما تتبليها من بالليل يفضل قبلها بليله تبيتيها في التلاجة وتعمليها تاني يوم على طول. تعالوا معانا المخ، هنسلق مع بعض المخ. معايا هنا ميه بتغلي كويس جدا. هنضيف حبه هان باودر وحبه صحيح وفص مستكه وورق لورا وربع معلقه ملح. هننزل بالمخ في الماء المغلية، ما بياخدش وقت على النار، هو يدوب 4 دقايق بس، ما بياخدش وقت على النار. نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنسلق المخ. حطيته دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش التاني وطلعته على طول، ما بياخدش مننا وقت على النار. هنطلعه ونحطه في مصفى. هنشيله اول ما يهدى على طول، هنشيله على طول. المخ من الحاجات اللي متستحملش تقعد بره التلاجة، هنشيله على طول في التلاجة ونبيته في التلاجة عشان نعرف نقطعه تاني يوم. دي احلى حاجه للمخ عشان ما يبقاش طري معانا ويتهري معانا. نشيله في التلاجة عشان نعرف نقطعه كويس جدا. هنعمل سلطه البابا غنوج. هنجيب البتنجان هنشويه على النار. احلى حاجه انا بحب اشويه على النار، بيبقى ليه طعم ونكهه تانية. بعد ما شويت البتنجان زي ما احنا شايفين بالطريقه دي، هنسيبه يهدى ويبرد وهنقشره. بس ما تسيبوش يبرد خالص عشان نشيل القشره بسهوله. هو بس يهدى من السخونيه هتلاقيه بيبرد معاك على طول. هنقشر البتنجان زي ما احنا شايفين، هنقشره وهنحطه في الكبة زي ما احنا شايفين. حطيته في الكبة كده. هكمل باقي كمية البتنجان. تعالوا نشوف هنعمل بقى السلطة بتاعتنا ازاي. هنضيف 3 معالق كبار طحينة، معلقة خل كبيرة، ومعلقة زيت كبيرة. هنضيف ملح، كمون، كزبرة، ورشة شطة، وتوم باودر. ومعايا هنا كمان بقدونس مفروم. هنضربها في الكبة بس مش هنضربها قوي، يعني يدوب المكونات تختلط ببعض وبس. زي ما احنا شايفين السلطة بتاعتنا بقت جاهزة، طعمها تحفة ومظبوطة مش ناقصها اي حاجة. هنضيف على الوش زيت ورشة شطة، وهنشيلها في التلاجة لحد وقت التقديم. تعالوا بقى نعمل مع بعض المخ بعد ما بيتنا في التلاجة. تعالوا بقى نعمله تتبيلة اللي هتخلي طعمه حلو. معانا هنا بيضاية وربع كوباية لبن، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، شطة. اهم حاجة نظبط الملح عشان ده الطعم بتاع المخ، ده اللي هيخلي فيه الطعم الحلو. هنقطع المخ زي ما احنا شايفين بقى بعد ما بيتقطع معانا بسهولة ازاي وما بيتهريش مننا. شايفين القطع طالعة ما شاء الله. هنضيف المخ في التتبيلة بتاعته وهنسيبه يقعد فيها لمدة 2 3 ساعات
عشان يتطعم ويبقى طعمه حلو. تعالوا نعمل سلطة اللسان عصفور. معانا هنا لسان عصفور، هنضيف عليها معلقة زيت، وهنحمر اللسان عصفور زي ما احنا شايفين. لسان العصفور بتاعتنا اتحمرت وبقى لونها جميل، عايزينها لونها ذهبي حلو كده تمام. هنطفي عليها. تعالوا نعمل عصير الطماطم. معايا هي طماطم معصورة ومصفية، هنضيف عليها معلقة هريسة ومعلقة سكر ومكعب مرقة. معانا هنا الحلة على النار، هنضيف معلقة زيت وبصلة مفرومة ورشة ملح ورشة فلفل. هنشوح البصلة شوية، بعد كده هنضيف عليها معلقة صغيرة توم مفروم وقرن فلفل، وهنشوح البصل مع التوم والفلفل لحد ما ياخدوا لون. هنضيف رشة كمون ورشة كزبرة وهنشوحهم لمدة دقيقة. بعد كده هننزل بعصير الطماطم اللي احنا مجهزينه. هنضيف ملح وفلفل اسود. اول ما الطماطم تغلي وتبدأ تتسبك، هنضيف اللسان عصفور وهنقلبها كويس. لما لسان عصفور بقى تبدأ تدخل في السوا، هنهدي النار. بعد كده بقى هطفي عليها النار وهسيبها تستوي. هي فيها صلصة طماطم كده اهوت، هنطفي عليها النار ونسيبها. هتلاقيها بعد كده بعد ما تسيبيها نص ساعة هتلاقيها شربت اللسان عصفور وبقت جميلة جدا. طبعا سلطة الطحينة معايا هنا ربع كوباية طحينة، عليها معلقة زيت ومعلقة خل ورشة كمون وكزبرة وتوم بودر وملح وربع كوباية مية، وهندوبهم كويس جدا. وكده صلصة الطحينة جاهزة معانا، بسيطة خالص وسهلة جدا وطعمها جميل. تعالوا بقى نجهز المخ عشان القلي. هنجيب بقسماط ناعم عادي خالص كده. المخ بتاعنا بعد ما اتبل وخد الطعم الجميل، هنعمل له كفر بالبقسماط. اهم حاجة نعمل قطعة وزي ما احنا شايفين نضغط عليها، نتأكد انها ضغطت كلها بالبقسماط. هغلف بقى الكمية كلها بعد ما عملتها بالبقسماط. بسم الله ما شاء الله، المخ الواحد عامل كمية حلوة. تعالوا بقى نعمل الكبدة في الردة. معايا هنا ردة سن، هنضيف عليها ملح كمون وكزبرة ومعلقة توم باودر، وهنقلبها كويس جدا. هنجيب بقى الكبدة بتاعتنا، اهم حاجة نشيل عليها من التوم واي تتبيله عشان ما تحرقش معانا في الزيت، وهنغلفها كلها بالرده زي ما احنا شايفين. الكميه كلها عملتها بالرده. تعالوا بقى نقلي المخ. معانا هنا زيت سخن وهنقلي المخ ما بياخدش وقت على النار في القلي، نتابعه على طول وهنقلبه، ما بياخدش وقت كبير وبيتقلي بسرعه زي ما احنا شايفين. طلعوا لونه جميل ذهبي وحلو. تعالوا بقى نقلي الكبده. معانا زيت سخن، طبعا المخ بيتقلي في زيت لوحده والكبده في زيت لوحدها. الحاجات اللي بتاخدش وقت على النار نقلبها على طول، وعلى طول بتاخد لون وبتستوي بسرعه، فنخلي بالنا منها عشان هي ما بتاخدش وقت كبير على النار، بتستوي بسرعه زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل جدا. شايفين جميله جدا ولا شاربه زيت. تعالوا معانا هنا سلطه لسان عصفور بقت جميله زي بعد ما اتشربت سلطه الطماطم. معايا هنا حته كبده مقطعه قطع صغيره، هنضيفها على لسان عصفور وهنقلبها كويس جدا تديها طعم جميل. كده الكبده والمخ معانا بقوا جاهزين. انا مقدماهم على بقدونس طبعا، وهنضيف عليهم رشه بقدونس كده. وكده الاكله بتاعتنا بقت جاهزه. عاملين سلطه البابا غنوج، سلطه الطحينه، سلطه لسان عصفور،
مع البلح بلبن والتمر والعرقسوس، وجبة رمضانية جميلة جدا. ولو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد، ونجربوا وصفتنا وقولوا لنا رأيكم. واشوفكم فيديو جديد وصفة من مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.